سألتها عن أمورها الشخصية، ليه أمورها دايما تمشي بصعوبة؟ فقالت مثلا أنا لما بقف في طابور الطابور ما بيتحركش، ولما أسيب الطابور وأقف في طابور تاني الطابور التاني ما يتحركش، في حين إن الطابور اللي هي كانت واقفة فيه وسابته يتحرك. قالت إن هي بتقعد وقت طويل عشان تتم عمل وفي نهايته العمل بيتعطل. سألتها هو أنت في شغلك أو في بيتك بتعصري الأمور على الناس التانية؟ يعني القرار لو في ايدك بتشدديها على الناس؟ يعني زي موظف الحكومه مثلا اللي بيبقى سعيد جدا لما يقول لواحد فوت علينا بكره، رغم انه قادر على انه يساعده على ان مصلحته تتم، ولكنه بيتكاسل ومش عايز يشتغل فيصعبها على الناس التانية عشان يرضي اهوائه. فقالت ايوه بعمل كده. فقالت لها انت في ظاهر الامر بتعصري الامور على غيرك، ولكن في حقيقه الامر انت بتعصري الامور على نفسك، انت بتحطي العراقيل في طريقك. مثال تاني، زوجه تنفصل عن زوجها وعشان تشفي صدرها من الكراهيه اللي عندها ليه فتعلم ولادهم الكراهيه دي تجاه والدهم، وتعلمهم ازاي يخدعوه عشان ياخدوا منه المصروفات، وازاي يكذبوا عليه، وازاي يتهربوا منه. هي سعيده ان هي بتحرك عيالها زي قطع الشطرنج، ولكنها ما تعرفش انها بتصنع بايديها عقوق ابنائها ليها لما هيكبروا ويخرجوا عن السيطره. بتصنع فيهم المراوغه والكذب، ولكن في واقع الامر هي بتصنع ده في عالمها الشخصي برضه. فيظهر في حياتها اشخاص مراوغين ومستغلين يسببوا لها الالم. في برضه المدير او الضابط اللي بيرأس من هم اقل منه فيقوم باذلالهم والتكبر عليهم وتسخير قدراتهم لصالحه. اللي بيحصل بقى انه بعد كده بيقابل في حياته ناس اعلى منه في الشأن عشان يذوقوه من نفس الكاس مهما تفنن في ارضائه. الامثله كتير انت بتمارسها كل يوم من غير ما تحس، بانك تسبب لغيرك الالم باي طريقه وباي صوره، وانت ما تعرفش انك بتصنع ده في حياتك من غير ما تحس. اللي عملته في غيرك لازم هتدوقه، الجزاء من جنس العمل. العجيب ان انت لما بتدوق الالم ده وتحصد نتيجه عملك بتعتقد ان انت الضحيه، وتفضل تقول هو اشمعنى انا اللي بيحصل معايا كده؟ ليه ابنائي بيعقوني وانا اللي افنيت حياتي من اجلهم؟ ليه ابويا بيكرهني ويدلني رغم ان انا اكتر ابن من ابنائه مطيع ليه؟ لما بتبص للامر من المنظور الضيق فانت بتشوف نفسك ضحيه، ولكن لما تبص لقوانين الكون هتعرف ان انت صنعت ده بايدك وانك بتحصد اللي انت عملته. لما ابوك يقوم باذلالك دور في سجل حياتك عن الاشخاص اللي انت قمت بنفس الفعل معاهم، وبعدها صلح اللي بتعمله عشان حال والدك معاك ينصلح. الجزاء من جنس العمل قانون كوني ربنا حطه عشان يحقق العداله في الكون، عشان يرتد ليك كل عمل بتقوم بيه وتدوق. والحكمه للي بيدرك كده هو انه يقوم ويعدل من سلوكه وتصرفاته فيرجع عن ظلمه لغيره وما يبقاش من الظالمين. اما الغافلين فبيفضلوا يدوروا في فلك الشكوى بيعتصرهم الالم من غير جدوى.